قال حكيم ذات مرة: كان عندي فار بدلته بأسد، والأهلي خد الفار وخد الأسد. رسميا أشرف بن شرقي أو أشرف بن قلبي أو أشرف بن أهلي لاعبا في النادي الأهلي. بصراحة صفقة أشرف بن شرقي وقبليها صفقة محمود حسن تريزيجيه بصراحة يا جماعة ضربة معلم. ليه؟ علشان الصفقتين دول هيقدروا ينقلوا هجوم الأهلي في منطقة تانية خالص. الفترة الأخيرة شفنا الأجنحة بتاعت الأهلي وشفنا خط الهجوم، بصراحة الموضوع كان صعب جدا. حسين الشحات اللي هو أفضل وينج في الأهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر. طاهر محمد طاهر إصابة. رضا سليم ما أقنعش بمستواه مع الأهلي وفي الآخر إصابة هتقعد فترة كبيرة. قبليها بيرسي تاو اللي يعتبر حرفيا خلاص شطب كورة والأهلي استغنى عنه. فهجوم الأهلي أصبح ما بين وسام أبو علي اللي هو بيقدر يحل للأهلي كتير مواقف صعبة ويحرز أهداف، والمتألق الفترة الأخيرة إمام عاشور. عشان كده كان لازم إدارة النادي الأهلي تتدخل بقوة وتجيب صفقات تليق بالنادي الأهلي علشان المرحلة اللي جاية. سيبك طبعا من اللي هيقعد يقول أصل صفقة أشرف بن شرقي دي مش فنية، دي صفقة مكايدة في الزمالك. خد الكلام من هنا وخرجه من هنا، علشان دي ناس للأسف تعبانة جدا وحزينة جدا من صفقة أشرف بن شرقي. الصفقتين دول مع باقي الصفقات مهمين ليه؟ علشان المرحلة اللي جاية للأهلي داخل عليها. انت عندك كأس العالم للأندية لأول مرة ب 32 فريق، يعني المرة دي الموضوع ما فيهوش هزار. القصة مش 6-7 أندية هتروح تلعب ماتشين 3 وتحاول توصل نهائي، لا، الموضوع اختلف تماما. 32 فرقة عفوا 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق. وانت شفت المجموعة بتاعتك انتر ميامي وبورتو البرتغالي ومعاك بالميراس البرازيلي. الموضوع مش سهل، فانت عاوز سكواد يكون تاريخي علشان تقدر تروح هناك تعمل حاجة بجد، توصل دور 16، توصل دور 8، تعمل مفاجأة مدوية وتوصل دور 4. علشان كده إدارة الأهلي بدأت تشتغل على كواليتي مختلف للاعبين، طبعا بخلاف لعيبة تانية لسه الأهلي بيحاول معاها علشان تروح بأكبر سكواد ممكن تقدر تعمل حاجة هناك. ده إلى جانب إن أنت ال4 سنين اللي جاية لازم على الأقل تاخد بطولة دوري أبطال أفريقيا واحدة علشان تقدر تشارك في كأس العالم للأندية 2029. يعني عشان تشارك في البطولة بتاعت 29 لازم تاخد دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، سواء السنة دي اللي هو 2025 أو 26 أو 27 أو 28. يعني من الآخر يا جماعة دوري أبطال أفريقيا أصبحت وكأنها تصفيات لكأس العالم للأندية. عشان كده الأهلي بيركز الفترة اللي جاية إزاي يعمل حاجة في كأس العالم للأندية 2025، إزاي يقدر ياخد بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة على الأقل عشان يلعب في كأس عالم للأندية 2029. بخلاف طبعا لو خدت بطولة أفريقيا هتقدر تلعب كأس الانتر كونتيننتال. فالأهلي طموحه عدى حدود القارة الأفريقية وحدود الدوري المصري، وأصبح الهدف بالنسبة له عالمي سواء في كأس العالم للأندية أو كأس الانتر كونتيننتال. علشان كده لازم الأهلي يحسن الاسكواد بتاعه بشكل مستمر ويكون عنده فريق قادر إنه يمثل الأهلي في البطولات العالمية. في النهاية بقول مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي. الصفقات التقيلة سواء بن شرقي أو تريزيجيه، وقبليهم طبعا المهاجم السلوفيني جراديشار، طبعا مع مصطفى العش، طبعا مع احمد رضا، ولسه البقية تأتي. مليون مبروك وبالتوفيق للنادي الأهلي. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.